نهاركم سعيد. في سلسلة حلقات ميسيو جاك يتكلم سأعرض بعض من آرائه ومحاوراته الفلسفية وقصصه من الخيال العلمي تحت عنوان قبل أن نذهب نحن أو تذهب عنا الذاكرة. ميسيو جاك بيحاول هنا فيها إتاحة العقل الفرصة للتفكير غير التقليدي في أمور الحياة المختلفة. الحلقة الثانية هتكون تحت عنوان شيخوخة العقل. بيقول: خرج العقل من رحم الحياة في ظروف غارقة غير عادية وبدون ساكلة رحيمة ليلقى بين الجلاميد الجرداء وعلى الجبال السحيقة ووسط الصحراء القاحلة، وتمر مئات الآلاف من السنين وهو لا يزال رضيعا نحيفا ليس له من يرعاه أو يكلؤه، ومع الوقت تزداد آفاقه وتمنياته، وأيضا تزداد آلامه لأن الزوال يهدده لحداثته. ولكن حبه للحياة يتدفق كالنهر ويجرفه إلى الأغوار البعيدة ويلفظه بين العواصف العاتية، وعليه قبول أن يفطم عنوة وقصرا بعد أن تأكد أنه وحيدا في هذه الحياة. وها هو ينمو ليتعلم المشي ويجري في زهو هنا وهناك، لا تسعه كل هذه الأرض، يود أن يقفز على صهوات العواصف ويترامى في لجات البحار. وكان عليه أن يتعلم في هذه المرحلة من تجربة الخطأ والصواب، فتحترق أصابعه لكي يخاف النار وتتكسر أضلاعه لكي لا يلهو على أطراف الجبال وحواف البراكين، ويتحلى بالحرص حتى لا يقع فريسة للحيوانات. ومن ثم تعلم كيف يساوم الطبيعة ويراوغها، ينال منها تارة وتنال منه تارات، لينام في نهاية المطاف بين أحضانها مستسلما لحواديت قبل النوم. وتمر مئات الآلاف من السنين، وإذا العقل شاب في مقتبل العمر، أثقلته الحياة ومنحته التعرف على الخير والشر، وأكسبته الخيال والتصور ليتعلم كيف يردع الشر بالقوة ويراهن على إرادته المتسلطة، ولكن بعيدا عن منطق الأشياء، فهو لم ينضج بعد. ويغريه عنفوان الشباب ويستهويه حب الامتلاك واستعراض القسوة والسيطرة، فإذا به يلقي بنفسه في حروب طائلة مستهزئا بمآسي الحياة، بدءا من الحروب من أجل البقاء لاكتشاف ذاته، ومرورا بالحروب الاستعمارية لاكتشاف مقدراته، ثم الحروب الدينية نتيجة اختلاف وتباين الأديان والمذاهب، وحتى الحروب الاقتصادية من أجل البذخ والإسراف، وأخيرا الحروب من أجل التفوق. ولا تزال هذه المرحلة هي التي يعيشها العقل الآن، وربما لمئات الآلاف من السنين، ألا وهي مرحلة الصراع بين العقل والإرادة. وستمر مئات الآلاف من السنين، بعدها سينضج العقل بعض الشيء لينتقل إلى مرحلة الرجل العاقل رب الأسرة الذي يسعى إلى الاستقرار ليتوقف عن الخوض في الحروب والعمل لخير جميع البشرية. في هذه المرحلة سيدرك العقل أهمية عدم استغلال الطبيعة وتخريبها، ويتوقف عن تجاربه النووية على الكواكب الأخرى، وسيدرك الحقيقة المطلقة أن الحقيقة المطلقة تكمن داخل الضمير الإنساني. سيتمتع أكثر بالحياة وسينعم بالهدوء
وسيخلف ذرية نابهة تستطيع خلق المادة الحية واكتشاف الفضاء والتنقل بين المجرات وتطور ما بعد الإنسان. وستمر مئات الآلاف وربما الملايين من السنين، فإذا بالعقل، إذا رجلا وقورا متعقلا بعد أن انتصر على إرادته انتصارا كاملا، وبعد أن اكتشف ذاته وتحققت أحلامه وأمانيه، فيزهد في الحياة ليكون همه السير في الأغوار البعيدة لإدراك سر التكامل في الذات بعد أن تصالح وتعاهد مع رب الأرباب. وستمر مئات الآلاف وربما الملايين من السنين، فإذا بالعقل كهلا عجوزا يتكئ على عصاه ويعاني من أمراض الشيخوخة، مستسلما إلى اللانهاية، وليلقي النظرات الأخيرة عبر الأحقاب التي مر بها. وأخيرا يحتضر العقل ثم يموت، ربما لينبعث من جديد، ليخرج من رحم جديد في عالم آخر في مجرة أخرى من بين المليارات المجرات في الكون اللانهائي. شكرا للمتابعة، وإلى لقاء قادم مع مسيو جاك يتكلم.